كلشي الا المنحه. بشحال دايره دابا بطاطا؟ دايره 12 درهم، ما بقيناش كناكلوا بطاطا. كنعاني من اغلاء الاسعار يعني. حنا اللي صوتنا عليهم بيجينا مشينا صوتنا عليهم قلنا بينا هذاك هو اللي تكلف به. كلشي تزاد يعني الملحه اللي كانت ما كتقدناش ولات ما كتقدناش اكثر. خلاص الاسعار اش بغيتي تقول، خلاص الاسعار جاي دابا كلشي تيقول لك الاسعار جاي من حاجه وحده اللي هي الدوله ولا الحكومه كما تنقول. ولكن الا جيتي تفكر عمقا وعميقا غادي تقول حنا هما المشكل، وحنا اللي كنديروا المشكل وكنقولوا المشكل دايرين علاش، حيت حنا اللي طلعنا هذوك الناس اللي تاهما طلعوا لديك الحكومه وكذا، حنا اللي صوتنا عليهم بيجينا. كنعاني من اغلاء الاسعار يعني بالجميع، ما بقاش شي غلاء واحد، راه هما ولاو بزاف يعني. حنا مالوغوزمون كطلبه كنلقاو بزاف ديال الصعوبات انه كارين، وزيد على داكشي ديال السياره بزاف د الحوايج، فحنا نورمالمون هادشي ما دخلش في الميزانيه ديالنا كطالب. وكي كتشوفوا ما زادوا في كلشي الا المنحه يعني. حنايا بقينا كطلبه المنحه ديالنا ثابته، فكلشي تزاد يعني. الملحه اللي كانت ما كتقدناش ولات ما كتقدناش اكثر. غلاء الاسعار سبب بزاف ديال المشاكل في الاداره ديال الفلوس اللي تيكونوا عندك في جيبك، ما كتبقيش كتعرف دير لهم ديك اش كنسميوها الاداره. دوكو تخسر الفلوس، ما كتبقاش تلقى كيفاش تشري داكشي اللي خاصك. بشحال دايره دابا بطاطا؟ دايره 12 درهم، ما بقيناش كناكلوا بطاطا. بشحال دايره مطيشه؟ حتى هي نفس الحاجه، كلشي غلا دونك. في ظل غلاء الاسعار، بحكم انني وليت واحد الشخص اللي مسؤول على راسي، يعني كنصرف على راسي، فغلاء الاسعار بالنسبه لي واحد الحاجه اللي مضره بينا حنا كشباب يلاه بادين الحياه ديالهم، باقي عندهم متطلبات ديال التعليم، ديال انهم يشريو كتبه ويشريو كورسات ويتبعوا في بلاتفورم انترنت. بزاف المصاريف كيتزادوا، فهاد غلاء الاسعار كيبان لي بانه كيأثر بواحد النسبه كبيره على الطلبه وتاع الناس اللي عندهم عائلات. مقارنه بالايام اللي فاتوا كانت الامور زعما زوينه وفي المتناول، يعني كنت كندوز نهاري وانا مرتاح كناكل داكشي اللي بغيت. اما دابا بما انه غلاء الاسعار وشحال من حاجه وليت تنضرب الحساب على قبل الميزانيه اللي كنخسر على قبل شي اكله ولا شي حاجه. صراحه يعني كنخسر بزاف مقارنه صوتنا عليهم بالوقت اللي فات. بيجينا مشينا صوتنا عليهم قلنا بينا هذاك هو اللي تكلف به. دونك راه ما عندك ما تقول، فهمتي؟ الا بغيتي تقول شي حاجه قولها قبل. دابا الدار كاينه، الدار تيقول لك هاد الهضره جيت نسمعها ديما في الدار، انه هاد الشيء فهمتي الوقت غلات، هاد الخضره ولات غاليه، اللي حطيت عليه ديك اللحم غالي كلشي غالي، فهمتي؟ واولا ما كنخرجوش نتغشاو، حنا كطلبه كنطيبوا في الدار كامله طاجين. هو غالبا مطيش البيض اوكي. فغالبا يعني اون افي كتقام يعني. انا نعطيك البروبابيليتي انه اللي جينا نحسبوها بارتيه بارتيه، فغادي تقام ديك 25 حتى 30 درهم القويميله، ماشي كامله قويميله. وصراحه تيكون غير واحد الطبق اللي هو صغير تيطلع لك تخرج مثلا عندك واحد 20 درهم 25 درهم باش تمشي تقدا بها شي سلعه باش تعشى. صراحه ما تجيب لك يلاه شي حاجه خفيفه هكا يلاه. المهم وما بقاش كيشيطوا الفلوس، ولينا المشكل الكبير ديالنا هو التغذيه. الرساله ديالي هو انه بما اننا كنرفعوا في الاسعار فلا باس اننا نرفعوا في الاجور كذلك، باش يكون واحد التوافق ما بين الناس شنو كيصرفوا مع الناس شنو كيدخلوا. هذه هي الفكره ديالي، ونتمنى انه يكون شي مراعاه الناس اللي عندهم ظروف صعيبه في ظرف انه كانت المعيشه شويه رخيصه وكانوا كيعانيوا، فما بالك بما ان الاسعار تزاد كيفاش غتكون المعيشه ديالهم. شوف لعله خير اني نقول شي حاجه من خلال هذا الميكرو هذا، ونكون زعما نقطه الاختلاف اللي هي امبوسي يعني. طالما المسؤولين ما داروا والو، بزاف الناس خرجوا الاراء ديالهم، ولكن امون افي راعيو الناس، راعيو الشعب المغربي، راعيو الطلبه، راعيو الامهات، راعيو الناس اللي ما خدامينش بزاف د الحوايج. وهادو الناس خدامين وما بقاش قادين على هاد الاسعار، علم الله الناس اللي ما خداماش. فشي حاجه اللي هي صعيبه فريمون. كنوجه رساله للناس المسؤولين، الا ما كنتوش كتخافوا من الله فاتقوا الله غير في هاد الناس الضعفاء. فراه بزاف منهم شردتوهم، بزاف منهم ما بقاوش قادرين انهم يعيشوا، بزاف منهم ولاو يعني كي كنقولوا حنا بالمصطلح ديالنا عايشين بسطانطير، يعني كيتسلفوا من هنا ومن هنا. فريمون صعيب والله صعيب. خاصهم يشوفوا شي حل، دونك خاصهم يشوفوا شي حل باش يخفضوا لنا هاد الاسعار ديال، لحقاش الصراحه راه هادشي تعذب الفقير قبل الغني، والناس راه عايشه مكرفصه. رسالتي ماشي للمسؤولين، رسالتي انا للشعب المواطنين، هما الرساله ديالي بيوصل لهم بالله الا بغيتي تصوت على شي واحد ولا كذا خاصك حتى تكون عارف عليه بزاف ديال الحوايج ماشي يتزرب. وكاين عندنا بزاف ديال بنادم انه كيرجع لديك تيجيو دوك المورش عجبني بلا نخليها فهمتي بين قوسين، كيجيو عندهم فهمتي كيعطيه طن تيقول ليه راه طن صافي تيمشي تيصوت عليه. علاش بحال قلتي باع راسو.